طب يا دكتور، كان في كده قبل ما نبتدي الحلقه حضرتك كنت حكي لي عن حاله جت وما كانتش عايزه تمشي، مع ان اصلا الناس كلها بتخاف من دكاتره الاسنان، بتترعب، بيقولوا لهم دكتور سنان بيخافوا. فتانه انت قوي. كان ازاي حضرتك تحكي لنا عن الحاله دي؟ هي بنوته جميله كانت عندها تسوس في سنتها اللي قدام، وكان عامل لها وجع قوي مع الميه السخنه والساقعه، وكان الوجع ده مستمر معاها. فكن كشفنا عليها يعني، ولقينا ان هي محتاجه تعمل حشو عصب في السن اللي قدام، بس هي كانت مرعوبه وكانت خايفه جدا، وكان تقريبا في ناس قايله لها عن قصص وحواديت ان حشو العصب ده مرعب. أيوة. فكانت جايه مرعوبه جدا. فاحنا عشان نحاول نهديها شويه واحنا شغالين، كنا مشغلينها موفي كده او فيلم وهي قاعده شغاله، كنا بتتفرج عليه يعني. فاحنا خلصنا خلاص حشو العصب وخلصنا، والفيلم ما كانش خلص. هي مصره ان هي تقعد لغايه لما تخلص الفيلم. قالت لي لا ما حسيتش بحاجه، بس انا قاعده لغايه لما اخلص الفيلم مش ماشيه. بس فكان موقف ظريف يعني.